تخيل معايا كده، بيقول لك بروست بقاله اكتر من 40 سنه في جده التاريخيه. خلينا نخش نجربه النهارده. وانا بتمشى في حواري جده القديمه شفت المحل الرهيب ده، واهل الحي قالوا لي لازم تجربه. بس في الاول خلينا نقول يلا بينا. وعلى طول رحت شارع الذهب عشان اجربه. هو محل بسيط جدا من جيل الطيبين، كل حاجه بتتحضر قدام عينيك. واغرب حاجه شفتها في المكان ده ان هو ما بيعملش غير بروست عادي بس، وانا طلبت نص حبه وتقدر تطلب ربع بس، وبينزل لك معاها الفلفل الاخضر ده. ودي حاجه غريبه جدا بصراحه. لون الفراخ عندهم ذهبي، واول حاجه بدات بيها الصدر نضيف جدا، وبصراحه طعمها حلو قوي. انا بالنسبه لي محل البروست لو ما ظبطش التوم يبقى فيه مشكله كبيره جدا. وده من ألذ التوم اللي انا جربته في جده لحد دلوقتي، تقيل جدا وطعمه حلو قوي. ودلوقتي انا عرفت ليه بيحطوا لك الفلفل الاخضر، عشان زمان كانوا بيحطوا الفلفل على اي حاجه. تجربه لذيذه قوي في جده التاريخيه. واكتب لي اخر مره جربت مطعم هانو امتى. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتعمل فولو للحساب، وخلينا نلف جده. سلام عليكم. نتمشى في شوارع جده وقابلت الشباب العسل دي. كل واحد يقول اسمه بسرعه. اسمك؟ وانت؟ بدر. انت؟ رحمن. انت؟ صالح. انت؟ بتشوفوا المحتوى اللي انا بقدمه؟ ايوه. بتحبوا ايه اكتر حاجه؟ لما صور لما صور الاكل. اتشرفت بيكم يا عسل. وجده ايه؟ شكرا يا شباب. دي اجمل حاجه. ده الاثر اللي الواحد بيسيبه، ان انت تمشي في الشارع ناس عارفاك. صح؟ انا متابعينك والله. شفت؟ هو ده انا الاثر. متابعينك دائما اشوفك. شرف ليا والله. والله وانا مبسوط اني شفتك حبيبي. الله يسعدك يا رب. شرفت بيك. الله ان شاء الله طالع معك ها؟ اكيد. حبيبي والله. الله يسعدك ان شاء الله.